بئر زمزم على مر العصور. كانت سقاية زمزم التي يسقون بها حوضان في الزمان الأول، فحوض بينها وبين الركن يشرب منه الماء، وحوض من ورائها للوضوء يذهب فيه الماء من باب وضوئهم، يعني باب الصفا، ولم يكن عليها شباك حينئذ، وكانت مجرد بئر محاطة بسور من الحجارة بسيط البناء. وظل الحال كذلك حتى عصر أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي، الذي يعد أول من شيد قبة فوق زمزم، وكان ذلك سنة 145 هجرية. وكان أول من عمل الرخام على زمزم وعلى الشباك وفرش أرضها بالرخام أبو جعفر أمير المؤمنين في خلافته، ثم عملها المهدي في خلافته. وقد سقفت حجرة زمزم بالساج، خشب الساج، على يد عمر بن فرج، وكسيت القبة الصغيرة بالفسيفساء. كما جددت عمارة زمزم، وأقيم فوق حجرة الشراب قبة كبيرة من الساج بدلا من القبة الصغيرة التي تعلو البئر. وكان ذلك في عهد الخليفة المهدي سنة 160 هجرية. كما جددت بئر زمزم وكسيت بالرخام، وجددت قبتها في عهد الخليفة العباسي المعتصم سنة 220 هجرية. في عصر المماليك في عهد السلطان الناصر فرج ابن برقوق، بعد حريق أصاب المسجد الحرام يوم 28 شوال سنة 802، كما عمرت قبة زمزم سنة 815 على يد قاضي مكة جمال الدين محمد ابن أبي ظهيرة. وفي عهد السلطان قايتباي تم إصلاح بئر زمزم وتجديد الرخام سنة 884. في العصر العثماني حصل إصلاحات على مبنى زمزم. في عهد السلطان سليم الثاني 982 تم تجديد قبة زمزم. في عهد السلطان أحمد 1201 هجرية، وكمان في عهد السلطان أحمد الرابع 1083 هجرية، وفي عهد السلطان عبد الحميد الأول 1187. وسنة 1203 هجرية تم تجديد مبنى زمزم. وكانت أكبر عمارة جرت على قبة زمزم قبل يومنا هذا هي التي تمت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 1300 هجرية. في العصر الحديث أعيد بناء زمزم من جديد بعيدا عن مكانها الأصلي، نظرا لأن المبنى القديم بالقرب من الكعبة يعوق الطواف في العصر الحديث، وكمان لكثرة أعداد الحجيج. فالملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه أمر بوضع مبنى ليكون سبيلا. تم إزالة ذلك المبنى حيث كان يشغل حيزا في صحن المطاف، وما جعل الوصول إلى البئر من أسفل صحن الطواف. في عام 1399 أمر الملك خالد بن عبد العزيز تنظيف بئر زمزم ليصبح ماء زمزم متاحا في كل أنحاء المسجد الحرام من خلال ترامس، جمع ترمس، مع سهولة الوصول إلى البئر لمشاهدته. لكن سنة 1424 في عهد الملك فهد تم تغطية مداخل قابو زمزم الاستفادة من صحن المطاف تسهيلا للطائفين. وضع علامة دائرة مكتوب عليها بئر زمزم، إشارة لمكان أصل البئر ولتحديد مكانه، ثم أزيلت هذه العلامة حتى جاء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للبدء بمشروع تأهيل بئر زمزم، وهو على قسمين. الأول بيتم من خلاله استكمال العبارات الخاصة ببئر زمزم، والقسم الثاني يشمل الانتهاء من المرحلة الأخيرة من عمليات تعقيم ماء زمزم والمعالجة البيئية الخاصة بالمناطق المحيطة به. ولبئر زمزم أسماء عدة نقلها ابن منظور في لسان العرب عن ابن بري، وهي 12 اسما، منها زمزم وزمم زمازم رقزة جبرائيل
شباعة، شفاء، سقم، طعام، طعم، طعام الأبرار. أسأل الله أن يبشركم بما يسركم ويكف عنكم ما يضركم، ويجعل العافية لباسكم، والمغفرة ستركم، والسعادة طريقكم، والجنة دارنا وداركم.